ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا عمر عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو ده هيكون اول فيديو فيه البوستر سيشنز. وعامة بالنسبة لي البلاي ليست دي هتبقى اهم بلاي ليست في الشانل كلها، لانه اصلا اهم حاجة عامة في مشروع رئيسي في البوستر. وان هو زي ما قلت قبل كده ان البوستر ده بيبقى عبارة عن ورقة الامتحان اللي انت بتفرغ فيها كل معلوماتك، اللي هو طول فترة السيرش بتاعك انت بتجمع معلومات، وبرضه انت بتعرف معلومات جديدة، وبرضه بتطلع ريزلتس مش عارف ايه. فانت كل الحاجات دي كلها انت بتحطها كلها ايه في باوربوينت واحدة، وبتطبعها وبتبقى هي دي البوستر بتاعك. تمام. فان شاء الله الفيديو ده هنبتدي ان احنا نتكلم فيه عن ايه يعني البوستر والبديهيات الديزاين بتاعه، برضه شويه ايه معلومات هبقولها لكم كده، والسكشنز بتاعت البوستر، وبرضه اوفر فيو خفيف برضه عن كل سيكشن بيبقى ايه اللي هو بيبقى إيه الفايده بتاعته وكده. تمام. واول حاجه نبتدي بيها بقى ايه هي الديزاين بالنسبه للديزاين بتاع البوستر. انت مش بتبقى محكوم قوي بابعاد، يعني انت تقريبا اعلى ابعاد انت ممكن ان انت ما ينفعش انك تتخطى له 140 في 140. يعني البوستر ده اصلا 120 140 في 120. على فكره ده كبير على فكره كده البوستر ده، يعني هو مش صغير خالص، والابعاد دي كبيره جدا. بس ايه احنا قلنا احنا عاوزين نكبر البوستر بحيث ان احنا نحط الفيجرز براحتنا، ومبقاش ايه الكلام برضه يبقى باين. يعني هو اصلا يفضل ان انت الكلام يبقى باين بالنسبة للمقيم على بعد متر من وهو واقف في البوستر. تمام، يعني هو طول ما هو واقف يبقى الكلام باين على بعد متر منه، يعني عشان بس ايه الكلام يبقى واضح بالنسبة له. تمام. وبرضو بالنسبة برضو السكشنز الموجوده في البوستر، انت برضو مش بتبقى مقيد قوي بسكشنز. تمام، يعني مثلا دلوقتي الميثودولوجي دي انت ممكن اصلا تسميها ماتيريالز اند ميثودز. الريزلتس دي ممكن اصلا تسميها اناليسيس، ممكن اصلا ما تعملش اصلا اناليسيس زي ما احنا مش عاملين برضو اسمه ايه الانجينيرنج جولز. في انجينيرنج جولز وفي هايبوثيسز. دي بتفرق ما بين المشاريع الانجينيرنج والمشاريع الريسيرش. وزي ما قلت لك قبل كده المشاريع الانجينيرنج دي اللي هي مثلا زي بايوميديكال انجينيرنج، مثلا وبرضه مشاريع اللي هي الساينتفك اللي هي بتبقى مثلا زي البيهيفيرال. هو برضه بتعتمد قوي برضه على حسب نوع مشروعك. يعني انت مثلا مشروعك لو ماده علميه قوي مثلا بحت مثلا زي الكيمستري، البايو كيمستري، حاجه زي كده بتبقى هايبوثيسيس. على عكس مثلا لو مشروع انجينيرنج فانت لازم تحط انجينيرنج جولز، والبروتايب بتاعك بيحقق ايه، وايه ايه هي المشكله مثلا اللي بيحققها اللي هو بيحلها، وايه الحل بتاعها وهكذا. تمام. نخش دلوقتي بقى ايه على كل سيكشن في سيكشنات البوستر. بالنسبه للابستراكت، الابستراكت دي بقى بتبقى ايه هي دي بقى غالبا دي بتبقى اهم حاجه اصلا في البوستر، لان انت بتكتب فيها الملخص بتاع مشروعك كله. يعني الملخص بتاع المشروع كله بيبقى في الابستراكت، والابستراكت دي اصلا بتبقى متكونه من اكتر من حاجه. واصلا احنا كده كده الحاجات دي كلها انا هشرحها لكم في كل فيديو لوحدها. يعني مثلا دلوقتي ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح الابستراكت والانترودكشن وايه والاستراكشر بتاع دي والستراكشر بتاع دي، وازاي انك ايه تكتبها صح. تمام، وهوريك برضو امثله برضو الابستراكتات، وهبعت برضو الابستراكت بتاعتي وهكذا يعني. وبرضو هبعت لكم باوربوينت برضو فيها ايه الابستراكت برضو الاستراكشر بتاعها وكده. وكل ده هيبقى موجود تحت في جروب الواتس، يعني بحطه في الديسكربشن وكده. تمام. فالابستراكت زي ما قلت لكم ان هي بتبقى الملخص بتاع المشروع كله. انت اول حاجه بتتكلم فيها عن المشكله، بتتكلم فيها عن الماتيريالز بتاعت المشروع بتاعك، بتتكلم فيها عن الريزلتس بتاعته، وبرضه بتتكلم فيها برضه عن اللي هو كونكلوجن بسيطه، وبتقول ان البروجكت ده حل مشكله كذا كذا عن طريق ان هو عمل كذا كذا وبس كده. فهي دي يعني الابستراكت دي لازم لما تيجي تكتبها وعشان تعرف فعلا هي صح ولا غلط، ان انت لما تيجي تقراها تفهم منها المشكله، وايه الماتيريالز اللي انت استخدمتها، ومشروعك بيبقى عباره عن ايه، وهل فعلا المشروع كويس ولا لا عن طريق الريزلتس، وايه وفعلا المشكله اللي هو بيحلها هل هي مشروع يعني في مشكله مهمه ولا لا. تمام. بالنسبه يعني الانترودكشن دي بتبقى عباره عن انت بتخش بشكل اعمق شويه في المشكله بتاعتك. يعني مثلا دلوقتي احنا المشكله بتاعتنا بتبقى عباره عن المرض. تمام. فالمرض دلوقتي ده احنا قعدنا نتكلم عنه بشكل تفصيلي اكتر، وان احنا مثلا جبنا زي احصائيات ان هو مثلا 7 مليون شخص مش بيتشخص ان هو اي اف مش عارف ايه، 9% اصلا بيبقى متشخص غلط وهكذا. فاحنا ايه قعدنا ان احنا نقول في الحاجات دي ان احنا دخلنا في المشكله بشكل اعمق. الحاجات دي ما ينفعش انها تكتب في الابستراكت، عشان اصلا انت بتبقى مقيد بعدد كلام معين، وحاجات دي لسه هقولها بس ايه في الفيديوهات لوحدها. وده بس ايه اوفر فيو خفيف عن كل السكشنات. تمام. وهنا طبعا انت بتحط صور في انترودكشن عادي بس ايه يعني عامه اوفر فيو الانترودكشن ان انت بتتكلم عن المشكله بشكل اكبر. بالنسبه للباك جراوند ريسيرش بقى، الباك جراوند ريسيرش انت بتتكلم فيها عن البرايس سوليوشنز بتاعتك. يعني اللي هو دلوقتي انت ايه هو الحاجه اللي انت انسبايرد بيها المشروع بتاعك. مثلا دلوقتي انت شفت يعني مثلا فكره اتنين تلاته، مشروع اتنين تلاته قدام، وانت قعدت تشوف الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتهم، وانت مثلا تقول ماشي الديس ادفانتج دي انا هحلها، والادفانتج دي انا هاخدها وايه وخلاص. انا يعني هسيبها زي ما هي، وانا ايه هشوف الديس ادفانتج وانا ايه
تروح مثلا ان انت معدلها او محسنها او حاجه زي كده. وبرضه انت بتحط فيها ديسكريبشن خفيف، لان انت مثلا ممكن ما تكونش عارف ايه هو الاي سي جي، فانت بتقول ان هو ديسكريبشن خفيف والمميزات والعيوب وهكذا. يعني وتشوف مثلا المشاريع اللي انت هتحطها، وتشوف لها باك جراوند سيرش، وتجيب الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتها. بالنسبه للانجينيرنج جولز دي مش تبقى موجوده في المشاريع الريسيرش الساينتفك زي ما انا قلت، يعني دي موجوده بس في الانجينيرنج. تمام. فهو بالنسبه للانجينيرنج جولز ان انت بتقول الاهداف اللي المشروع بتاعك اللي هو هيحققها. تمام. ولازم على فكره الاهداف دي تقول يعني تحققها، عشان كده كده اصلا وانت بتكلم المقيم انت هتقول له الانجينيرنج جولز، وبعد كده تقول له ازاي اتحققت فعلا عن طريق الريزلت زي ما احنا المنهج نخش قدام يعني. تمام. فانت بتقول فيها ايه اللي هو الاهداف البروجكت بتاعك عايز تحققها وكده. نخش بقى على يعتبر من اهم سكشنات البوستر كله، اللي هو سكشن الميثودولوجي او الميثودز. تمام. في ناس بتعمل ايه، بتحط مثلا بتسميه ماتيريالز اند ميثودز، وبعد كده بتحط كده جدول الماتيريالز وتيجي كاتبه الميثودز هي عملت ايه بالظبط. تمام. يعني هم مشوا على روبريك الكاب بقى ومش عارف ايه، بس لا هي وحشه جدا يعني. هو مش بتوضح خالص عامه انت ايه هو اللي انت عملته بالظبط ولا اي حاجه. يعني الاحسن في الميثودز او اللي هو بقى الاسم الادق ليها ميثودولوجي، ان انت بتشرح ازاي استخدمت الماتيريالز في ان انت تعمل البروتايب بتاعك، وان انت برضو بتقسم البورتايب بتاعك لاكتر من سيكشن. يعني مثلا دلوقتي السكشن مثلا بالنسبه للبورتايب بتاعنا في اكتر من سيكشن: سيكشن الهاردوير والسوفت وير، سيكشن الاي اي، وسيكشن الاي سي جي. سيكشن مثلا الاي سي جي ده بتشرح ازاي انت تاخد الريزم بتاع القلب من المريض. والهاردوير السوفت وير ده بقى ايه، بتشرح بقى انت ازاي ظبطت الهاردوير مع السوفت وير والاي اي موديل وهكذا. وهنا مثلا ايه سكشن الاي اي، انت بتشرح انت ازاي عملت الاي اي وهكذا. وهنا عملنا ايه جرافيكال سامري. وبرضه هي يعني هي مش محطوطه هباء، لا هي مفيده فعلا، لان احنا بنوضح الباث اللي بيبقى ماشي عليه المشروع. فبس كده يعني انت بتشرح ازاي انك استخدمت الماتيريالز في ان انت تعمل المشروع بتاعك، وبتبقى مثال فعلي وفيجرز محطوطه وهكذا، بتبقى زي كده. تمام. مش ان انت تحط جدول مش عارف ايه، بس هو مش كاب يعني. تمام. بالنسبه بقى للريزلتس فانت بتشرح، يعني انت قصدي بتقول الارقام اللي البروجكت بتاعك طلعها. تمام. فشوف بقى البروجكت بتاعك طلع ارقام ازاي، مثلا بالحيث اللي هو اكيرسي مثلا، سواء بتاعت اي موديل اكيرسي اصلا بتاعت الديتكشن بتاعت حاجه وهكذا. فشوف انت طلعت الارقام بتاعتك ازاي وهكذا. وهنا مثلا احنا عملنا ريزلتس للاي موديل بتاعنا، وريزلتس برضو ايه للمشروع بتاعنا وكده. بالنسبه للدسكشن، احنا كنا عاملين غلطه هنا، اللي هو ان الدسكشن المفروض ان انت بتناقش فيها الريزلتس بتاعه المشروع بتاعك. تمام. احنا ما كناش اتكلمنا قوي عن ديش، احنا ما كناش عارفين المعلومه دي. فعامه هو الدسكشن الصح ان انت بتناقش فيها الريزلتس بتاعه المشروع بتاعك. تمام. وبرده الايزو ستاندرز دي بتبقى اللي هو المشروع، هل المشروع بتاعك مطابق للسلامه العالميه ولا لا. يعني مثلا دلوقتي احنا قلنا ان هنا مثلا الاي سي جي ده هيبقى ايه الكتريكال سيف وسيجنال كلاريتي مش عارف ايه، فاللي هو مش هي يعني مثلا مش هيعمل اي ضرر بالنسبه للمريض وهكذا. وبرده هنا مثلا ان هنا الايزو وكذا كذا ان الالكتروز ما فيهاش ايه توكسيك لما تيجي مثلا تلزقها على السكين وحاجه زي كده. تمام. واحنا برضو هنا حطينا برضو مقارنه دي عشان عشان احنا برضو كنا عايزين نقنع المقيمين ان احنا لما احنا اشترينا السنسور، اصلا احنا السنسور ده رحنا بيه في المعرض الاخير. تمام. فاحنا كنا عايزين نقنع بقى الايفالويتور ان احنا اشترينا السنسور عشان بعد كده في المرحله الجايه ان شاء الله بقى ايه ان احنا نطور البروجكت بتاعنا ونطلع ريزلتس جديده. طلعت له مقارنه وقلت له ليه السنسور اللي هو الموف ده او البنفسجي ده احسن من السنسور التاني، فهكذا. ودي اصلا دي غلطه بحت ان احنا اصلا حطينا ريزلتس الاي اي، لان هي كده كده اصلا ريزلتس يونيفرس لوز الاي اي، لان هي كده كده اصلا يونيفرسال، يعني انت مش محتاج انك تثبتها وكده. تمام. واهم حاجه اصلا فيهم كلهم المقارنه دي بتاعت الاجهزه، دي بتبقى مهمه برضو لازم انك تعملها. ان انت هنا بتشوف مثلا اكيرسي مثلا على حسب مشروعك، يعني احنا كنا حاطين الاكيرسي والاي اي موديل وبرايس وصوره. تمام. بالنسبه للكونكلوجن بقى اللي هو ايه، انت بتقول خلاص زيت نوت الزيتونه بتاعت البروجكت كله. يعني مثلا دلوقتي بتقول اكيرسي مثلا اللي هو حته من الريزلت وحته من مميزات المشروع بتاعك، وبعد كده المشاكل والسوليوشن بتاعك. مثلا هنا المشاكل بتبقى كلمه حرفيا بتبقى في كلمتين، والسوليوشن بس كده. والكومينج بلانز برضو بتبقى اللي هو الحاجات اللي انت ناوي تعملها، وطبعا هي بتتجدد من كل مرحله لمرحله. يعني مثلا دلوقتي في المرحله المحليه الكومينج بلانز بتاعتك تبقى مختلفه عن المرحله المحليه، ان انت المفروض انت بتحقق الكومينج بلانز اللي انت عملتها اصلا في المرحله اللي قبل كده. تمام. وفضل برضو ان انت تحط ان هي تبقى على شكل الشهر والسنه وهكذا، تبقى مترقمه عشان برضو ايه يحس فعلا انك هتعمل الحاجات دي بشكل جديه. واخر حاجه خالص السيتيشن انا شرحت لكم ازاي بيتعمل، وبرضو اشرحه لكم برضو لما نيجي نوصل للجزء ده ازاي تعملوا سيتيشن تفصيلي، لان السيتيشن مش بيتحط هنا بس في الجزء ده، لا بيتحط في كل حته في البوستر. تمام. يعني احنا هنا عاملين هنا ايمج كريدت للصوره، عاملين هنا ايمج كريدت، عاملين هنا اصلا انتيك السيتيشن. تمام. عاملين هنا انتيك السيتيشن، فهو لا السيتيشن بيبقى جزء مهم جدا في البوستر.
فايه هنشرحها ان شاء الله ايه لما يجي وقته. فخلاص دي كانت سيشن خفيفة عامة عن ايه هو البوستر وكده، وايه هي اوفر فيو خفيفة عن كل السكشنات. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن ابستراكت انترودكشن، وانت ازاي انك تعمل ابستراكت صح بكل التفاصيل بتاعتها، بكل التقسيمات بتاعتها. وبرضه الانترودكشن برضه هنتكلم ان انت ازاي انك تطلع الارقام مثلا والاحصائيات وهكذا من كل سيرش بيبر، وازاي انك برضه تذكرها بطريقة صحيحة. ان انت مثلا لما تيجي تمنشن مثلا حاجة، ازاي انك تتكلم صح عن الجورنال اللي انت جاي منه. يعني احنا هنا كاتبينها غلط، المفروض ان احنا اصلا نكتب according to كذا كذا 7 مليون شخص جوه مش عارف ايه undiagnosed with AF. يعني احنا اصلا كاتبينها غلط، تمام عادي، وكده كده في حاجات غلط احنا بنعملها، واهم حاجه ان احنا نعرفكم بيها يعني. ف اظن خلاص بس كده احنا خلصنا الفيديو. وطبعا لو حد عنده اي مسج ان هو يبعت، سواء ليا او لعبد الرحمن او ليوسف. وبس كده، سلام.